دي مكرونه وايت صوص غرقانه بالكريمه بس من غير كريمه، وعشان هي مش طالبه فرهده هنعملها في حله واحده بطريقه سهله وبسيطه وطبعا موفره واحلى كتير من المطاعم. اول حاجه هنقطع المشروم بتاعنا شرايح بالسمك ده. نيجي بقى لخدعه الكريمه بتاعتنا، هنجيب حليب ويا سلام بقى لو من عند اللبان وهندوب فيه معلقتين كبار نشا، ويلا نعمل ألذ وايت صوص هتجربوه. زبده وزيت زيتون نشوح فيهم البصله، بعد كده ننزل بالمشروم ونقلب لغايه ما يدبل معانا، ننزل بمعلقه صغيره من الثوم المفروم ونقلبهم كويس، وبعد كده ننزل بقى بالتوابل بتاعتنا وهكتبها لكم كلهم في الكابشن، بس اهم واحد فيهم التوابل الايطاليه علشان دي اللي هتديكوا الطعم المطلوب. بعد كده هننزل بورشستر صوص او لو مش عندكم ممكن صويا صوص، ممكن تسكبوا خالص الخطوه دي. معلقه دقيق تتحمص مع الخليط اللذيذ ده، وهننزل بشوربه فراخ، وعشان برضو ازود النكهه زودت مكعب مرق الدجاج. ننزل على كل اللذاذه دي بخليط الكريمه اللي عملناه سوا ونقلبه كويس. هنا بقى افتحوا التلاجة وطلعوا اي جبن عندكم موجوده، انا لقيت جبنه مثلثات ولقيت كمان شويه قشطه، هننزل عليهم بالمكرونه نسيبهم ياخدوا ويدوا مع بعض.